مشاهدين بنرحب بيكم، عاوزين نكتر الاشتراكات. المهم عاوز نكلمكم النهارده عن مباراة الأهلي وأسوان. الأهلي طبعا افترس تماسيح النيل، بيصطاد تماسيح النيل عن طريق حسين الشحات المتألق اللي هو بيصنع 3 أهداف زي ما انتوا شفتوا، وعن طريق كهربا اللي أحرز الهدف الأول، ومحمد حمدي عبد القادر اللي أحرز الهدف الثاني، وعن طريق المتألق أفشة اللي أحرز الهدف الثالث. المباراة شهدت تألق مروان عطية في خط نص الملعب، وفي الدفاع خالد عبد الفتاح، وفي الهجوم حسين الشحات اللي صنع ال3 أهداف، اللي يتصدر الأهلي الدوري بفارق 3 نقاط عن مين؟ عن بيراميدز وعن فيوتشر في المركز الثاني. بعد كده ننتقل لمباراة ريال مدريد وليفربول، مباراة قمة دوري أبطال أوروبا. هتلاقي عندك نونيز وصلاح اللي أحرزوا الهدفين وهم نجوم ليفربول. على الناحية التانية ريال مدريد فينيسيوس جونيور هو نجم الشوط الأول اللي أحرز هدفين بخطأ في الدفاع، خطأ من حارس أليسون بيكر وخطأ جون الأولاني. فينيسيوس جونيور هو نجم ريال مدريد في الشوط الأول بالهدفين اللي أحرزهم في الشوط الأول. نيجي للشوط الثاني، نجم الشوط الثاني نجوم الشوط الثاني ميليتاو اللي أحرز الهدف الثالث، وكريم بنزيما اللي أحرز الرابع والخامس، ولم الحارس أليسون بيكر وحط الكورة في الجول. يعني مين نجوم المباراة يا عم بوليس؟ نجوم المباراة في الليفر صلاح ونونيز، في الريال فينيسيوس جونيور وكامافينجا وفالفيردي، بالرغم انه صنع الاهداف لكنه لم يحرز اي اهداف، وبكريم بنزيما ومعاهم النجم ميليتاو. وناتشو في الدفاع ادى اداء عالي جدا في الدفاع، حافظ على النتيجة انها تبقى 5-2 لصالح ريال مدريد. ده كنت حابب اقول لكم في الفيديو. نشكر المشاهدين، وان شاء الله بنعمل فيديوهات احسن من كده.